هتكلم معاكم دلوقتي ازاي اقلل من محتوى النشويات اللي انا باخدها، حتى لو النشويات دي معقده. غير ان انا ارفع نسبه البروتين في اكلي او الدهون الصحيه، resistant starch، او النشويات اللي البلاتابيلتي بتاعتها قليله، درجه الاستساغه بتاعتها قليله. لو انا عامله محشي او صينيه رز لسه طالعه من الفرن حالا، هلاقي نفسي باكل منها كتير 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 من غير ما احس. ده انا بس خدت 10 صوابع محشي كده، سخنت بيهم. ليه؟ لانه دايما بنقول كلمه ايه، لسه طالع من الفرن، لسه طالع طازه، البلاتابيلتي بتاعته عاليه. جرب كده تسيبه او حتى لو البطاطسايه، جرب كده تسلق بطاطسايه وتاكلها دلوقتي بريح، تاكلها جري او بطاطايه. جرب بقى تسيب البطاطسايه دي لتاني يوم في التلاجة، شوف هتعمل ايه. هتيجي تاني يوم تقولي دي مش بتتبلع، دي طعمها بتاكلها كده بتزقها زي ما بيقولوا، ما مش ماليش شهيه ليها زي وهي طالعه لسه كده تستي من الفرن. ليه؟ لان البلاتابيلتي بتاعتها قلت، الاستساغه بتاعتها قلت، النشويات اصبحت ريزيستنس. عشان كده دايما ما ناكلش الحاجه وهي لسه طالعه من الفرن قوي، هتلاقي شهيتنا ليها عاليه جدا وبناكل واحنا مش حاسين. ده انا اكلت نص صينيه رز وانا واقفه، اكلت كام بطاطايه وانا واقفه لاني مش حاساه. انما لو اكلت لما تسقع او لما الدنيا تهدى شويه، لا، كمان الساتايتي سكور بتاعتها هيعلى، مؤشر الشبع بتاعها هيعلى. عمري ما هاكل لو غرفولي طبقين محشي، واحد سخن لسه طالع من النار حالا، وواحد في التلاجة من امبارح ومسخنين، هتاكل انهون؟ لا، ده لسه طالع طازه. تلاقي نفسك بتاكل ده كله وانت مش حاسس. انما لو استنى، لا، البلاتابيلتي بتاعته هتقل وهيشبعك اكتر. التاني هتحس انك عمال تاكل تاكل تاكل، مستطعم ومش قادر تشبع. انما ده لا، هيشبعك اكتر وهيبقى افضل. عشان كده افضل حاجه ان احنا نستنى شويه على الاكل اول ما يكون طالع، عشان ما نعرف ناكل بوعي، ما نبقاش مش حاسين واحنا عمالين ناكل وخلاص. اعملوا بقى سبسكرايب، لو بتشوفوني على الفيس اعملوا فولو، وعندكم اي اسئله في الكومنتات سيبوها تحت وان شاء الله هعمل لكم فيديو ارد عليها. انا بفضل السكر العادي عن السكر الدايت. اول حاجه لان السكر الدايت مع الاستمراريه بيعمل مشاكل. اولها بيعمل مقاومه انسولين، تاني حاجه بيأثر على وجود البكتيريا النافعه في الامعاء، فبالتالي بيعمل لي مشاكل هضميه. تالت واهم حاجه ان انا كده محلتش المشكله يا جماعه، انا كده محلتش المشكله خالص. انا طول ما انا اول حاجه السكر الدايت في بدايه الدايت لما بنعمله بنروح نجري نجيبه عشان خاطر مفيهوش سعرات وعشان خاطر نقدر ناخده براحتنا، تمام، ويناسب معانا في الدايت. بس انا ليه كده محلتش المشكله؟ لان التست بادز بتاعتي لسه متعوده على الحاجه اللي طعمها حلو. احنا عايزين نقلل السكر تدريجي. في ناس طعم السكر الدايت بيكون اكتر حلاوه من السكر العادي، فانا عايزه ابدا اقلل السكر تدريجي تدريجي. ابدا كل يوم اقلل نص معلقه لمده اسبوعين عشان خاطر التست بادز بتاعتي تتعود، وبعد كده اقدر اقلل السكر. انما طول ما انا ماشيه وعماله اجيب سكر دايت وي 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 هخلص الدايت بتاعي، اوصل للوزن اللي انا عايزاه، واول حاجه تاني حاجه هيضرني، تالت حاجه هرجع له. يعني بعد ما اخلص انا هرجع له، لان انا مش متعوده غير مش التست بادز بتاعتي مش متعوده غير على الحاجه الحلوه. انا عايزاك تبقى زي الناس اللي بتاعته، لا انا ما اقدرش اشرب غير نص معلقه سكر، مش انا ما بحبش الحاجه الحلوه بتموع لي نفسي. عايزين بقى نوصل للمرحله دي. انما طول ما احنا ماشيين بالتست بادز وعمالين الحاجه واخدين على كل حاجه طعمها مسكر، مش مفيش حاجه تبسطنا لما تكون طعمها مسكر. بس كده يا مسكر. هل لازم عشان اخس العب رياضه؟ الاجابه لا، مش لازم. ممكن اخس بنظام دايت كويس قوي، وان انا احاول اتحرك بقدر الامكان. مش لازم رياضه، بس الرياضه مهمه جدا في حالات ان هي بتشد الجلد، فمش هيحصل لي ترهلات، بتحسن من النفسيه، لان العضلات وانا ما بمرنها بتعلي من هرمون السعاده. فلازم فهي بصراحه بتكون حاجه كويسه، وان انا اتحرك فبتعالج لي مشاكل الامساك وبتعالج لي حاجات كتير قوي. المشي والرياضه عامه بيحسنوا جدا من الصحه. لو عندي كوليسترول، لو عندي دهون ثلاثيه، بتكون مفيده جدا. انما هل ان انا يشترط لازم؟ لا، مش لازم، هتخس عادي خالص. بس من الافضل طبعا ان انا العب رياضه.